ما بقيناش كنتكلموا على مشكل دارتو السينغال في المملكه المغربيه، لا، راه ولات مساس بامن الدوله، مساس بامن الدوله، ماشي بامن الملعب، ماشي بامن الكان، مساس بامن الدوله. يقدر يوصل الدوله الى ما لا يحمد عقباه، ما يقدر حتى واحد يدخل فيها. رئيس الاتحاد السنغالي مسؤول على الجماهير السنغاليه، ومسؤول على المنتخب السنغالي، ومسؤول على البعثه السنغاليه. ملي وقع المشكل كان الأجدر برئيس الاتحاد السنغالي يتدخل، من حقه يتدخل. كان خاصو ينزل لأرضية الملعب يكالمي الجماهير، يكالمي المنتخب. تالا بغاو يديروا قرار انسحاب بالكالم وما يديروش مشكلة، سطر لي عليها مزيان، ما يديروش مشكلة داخل الملعب ديال الأمير مولاي عبد الله. واش رئيس الاتحاد السنغالي نزل؟ لا. واش رئيس الاتحاد السنغالي تكلم؟ هو تكلم، ولكن ماشي مع اللعابه باش يكالميهم، ماشي مع الجماهير باش يكالميهم، ماشي مع المدرب السنغالي باش يكالميه. هو تكلم في الهاتف، ومع من تكلم في التليفون مع مساعد المدرب الكرغولي اللي ما كانش مدرج في لائحة البعثة السنغالية. نقربلوها مزيان، نسحبوا الموضوع، تشاو وقطعوا التليفون. بدل ما ينزل رئيس الاتحاد السنغالي يفك المشكل، لا، نزل لينا داك المدرب الفرنسي لوروا، جون كلود لوروا ولا سميتي ماه الكلب، هو اللي نزل. ما علاقة داك السيد بكأس افريقيا في المغرب؟ واش داخل في اللجنة؟ واش داخل معاهم؟ شنو علاقته باش من حق يهبط ويتكلم مع المنتخب السنغالي؟ هو باش من حق ينزل ارضية الملعب اصلا، ولكن خلاوه ينزل. شكون اللي خلاه ينزل؟ شكون المسؤول على اللجنة المنظمة ديال الكاف داخل الملعب؟ المصري شبيضة ولا شيمضة ولا الشادية ولا ما نعرف جد الحمار بو اسميتو، مصري وكرغولي كاين في الهيئة التنظيمية ديال الكاف، هما اللي خلاوه ينزل. ياك نزل، نساحبو شي خارج شي داخل، شي كيعيط شي كيامر، شي زاز. ماذا وقع اليوم؟ اللي وقع اليوم الخوت هو خروج بعض الامور عن السيطره وعن المعتاد واللي ما كانش كتوقعهم الفيفا، لدرجه ان من المفروض داخل الكاف كاين ما يسمى بين قوسين بلجنه النزاهه او اللجنه النازهه. فالمفروض ان الفاف كانت هي اللي مشرفه على هذا الموضوع عن طريق اللجنه النازهه ديال الكاف. فاليوم الفيفا تقصي الكاف نهائيا من الموضوع، كيف ما كتسمعوها الخوت. الكاف الان ما بقاتش مسؤولة على هذا الموضوع وعلى هذا الملف بالضبط. شكون اللي شد هذا الملف؟ شداتو الفيفا، وماشي بكل اللجان ديالها، شداتو الفيفا باللجنة النازهة ديال الفيفا. والكاف غترجع اللور. نعم عبد الرحيم بوصبع، نعم كيف كتسمع خويا، الملف اصبح بيد الفيفا، ما بقاتش الكاف عند الحق تدخل فيه. الكاف غتعلن القرارات بعد ذلك، غتعلن القرارات اللي غتعطيهم ليها الفيفا. اما ما بقاتش عند الحق الكاف هي اللي تجزم وتحكم في هذا الموضوع.
حيث الفيفا خرجت عندها الآن أمور أخرى. المملكة المغربية تقدمت بكل الفيديوهات المصورة التي كانت مثبتة على المنتخب والبعثة السنغالية، والتي كانت مثبتة على المدرجات ديال الجمهور السنغالي، والتي كانت مثبتة داخل الكولوار أو المسار أو المخرج والمدخل ديال الفيستير منين كيمشيو وكيجيو. والخطير في الأمر الكاميرات سجلت كل ما كان يقال في الكولوار الي روتور. هذه وحده. والصدمه والطامه الكبرى والعظمى اللي عليهم بيان سور ماشي علينا، طامه عليهم هما، ظهرت الان تسجيلات هاتفيه ماخوذه لبعض العناصر، وما غنقولش اكثر من هاك، ما نقدرش نقول اكثر من هاك. جاري الان تفريغ محادثات هاتفيه مسجله للمدرب السنغالي، لرئيس الاتحاد السنغالي، لبعض اللاعبين السنغاليين، ولهذاك كلود لوروا، وللمسؤول على اللجنة التنظيمية ديال الكاف داخل الملعب اللي فيهم داك المصري وداك الكرغولي، وبعض الاتصالات الهاتفية اللي جرات مع ناس من خارج الملعب بل من خارج المملكة المغربية. جاري التفريغ ديالها الآن. الكابرانات الخلعة طلقي مني، حيت المشكل كنت صابغ يتعالج في الكاف. مليار تتا ديال الدولار ولا جوج فاتوه ليش خلاوها ديتك في يدي. كنت صابغ يتعالج على مستوى الفيفا 3 مليار ديال الدولار فلوس بصبع البردع دايز دوز طحن. الان المشكله ولات كي غنشرحها لك معقده جدا، ولات مشكله ديال رأي عام دولي، ماشي رأي عام ديال افريقيا ولا رأي عام ديال المنطقه ولا ديال رأي عام في المغرب ولا في السنغال، رأي عام دولي. والفيفا براسها الان ولات عليها ضغوطات دوليه من الفوق. وسويسرا عباد الله هضرات اليوم، سويسرا هضرت اليوم، والطاليان هضروا اليوم، وجبدوا داكشي بالفيديوهات. والطاليان عباد الله بعيده وجبدوا داكشي بالفيديوهات، وجابدين داكشي خطير. الصين كما قال عبد الواحد، الصين هضرات على هادشي. ولات ضغوطات دوليه والحرمان من كأس العالم وبزاف د الحوايج، وما بقيناش كنتكلموا على مشكل دارتو السنغال في المملكه المغربيه، لا راه ولات مساس بالكره في العالم، وافقدت الكاف الثقه والمصداقيه اللي كانت ممنوحه لها من طرف الفيفا، والان حتى الكاف مهدده من الفيفا. باش نفهمكم التسلسل، الضغوطات العالميه كاينه على الفيفا. الفيفا حضرات وشافت كل شيء وامامها ادله ما تقدرش تبدل فيهم شي حاجه، خصوصا كل شيء داير الاعين ديالو على الفيفا كفاعل رئيسي، وهي اللي كتحكم في المنظمات الرياضيه العالميه. الور الفيفا كاينه هنا، الكاف تحت منها هنا. فالكاف ما بقاتش كتثيق فيها الفيفا، قالت لها غتحيدي الدوسي كبر منك وكبر مني، حتى الفيفا كبر منها الدوسي، كبر مني. الور هاد الدوسي ما تحكميش فيه، ما تدخليش نيفك فيه. داخلين فيه رؤساء دول وداخلين فيه مشاكل كحله، غتخرج موتسيبي غتمشي حاجاك دير بيبي في الطواليت مع داك البوال الكرغولي وتخلينا نريقلوا المشكل، لانك غرقتي الكره الافريقيه، واحتمال يفرضوا منطلق القوه والمال تفرض على الفيفا عدم ادراج الافارقه في كاس العالم. سهله باش دار، وينسفوا الكاف ما تبقاش كاع، ويحيدوها ما تبقاش.
تبقاش عندها مصداقيه في فيفا، وخليوها بوحدها وما يبقى حتى واحد يلعب معاها كاع، ويديروا عقوبات اللي غيلعب مع الكاف يسلطوا عليه عقوبات من الفيفا، ما تلعبش كاس العالم، ما تدخلش معانا كاع. وشوف الكاف شنو غادي دير، معنيتها الكاف غتمسح ما تبقاش. فالكاف الان دايره هذيك ها وملبداها ومخليه الفيفا كتريقل في الامور. وما قاله انفانتينيو من عقوبات على لسانه من اول نهار ثقوا بيا هما العقوبات اللي غادي يكونوا، بل واكثر، استرجاعا لقيمه الكره الافريقيه وللمملكه العلويه الشريفه المغربيه، وضربا لكل من سولات ليه نفسه يستغل الكره لزعزعه استقرار بلد معين. فالان ملي الفيفا شافت المملكه المغربيه كتعطيه فيديوهات مسجله صوتا وصوره للعابه فاش كانوا في الكولوار، فاش كانوا غادي الفيستير وجايين الفيستير، للمسؤولين ديال البعثه الكرغوليه كانوا كيتحدثوا في التليفون، وحتى اللعابه اش كانوا تيقولوا بيناتهم مع المدرب السينيغالي ومع الاطر السينيغاليه، تما كل شيء مسجل بالصوت والصوره. وهاد التسجيلات صوتا وصوره، هاد التسجيلات صوتا وصوره كيرسموا المعالم كلها ديال المؤامره اللي كانت بعدا داخل الملعب. حتى غنقولها ونكررها، الكابرانات اغبياء، مخابرات عبله، اغبى مخابرات كاينه في الكوكب ديال الكره الارضيه، ما عمرهم نجحوا في شي عمليه، لا ديال اختطاف لا ديال اغتيال لا ديال تجسس لا ديال والو، ما عمر المخابرات ديال عبله نجحات في شي حاجه، وما عمر الكابرانات نجحوا في شي حاجه باش ينجحوا داخل المملكه المغربيه. باش تكونوا فاهمين الان هاد الشيء كله واش كافي؟ كافي. واش باقي حوايج اخرى. أرى الآن ما بقيناش كنهضروا على ماتش، وما بقيناش كنهضروا على بطولة، وما بقيناش كنهضروا على كأس إفريقيا. أرى الآن ولينا تنهضروا على مؤامرة سياسية لضرب أمن المملكة المغربية وللضرب في دواليب الحكم بالمملكة المغربية، تعريض الملكية وجلالة الملك والعائلة الملكية للخطر داخل المملكة المغربية. هاد الشيء بسبب شكون؟ خصوصا إلا قلت لك الآن بانت حوايج أخرى، ما بقيناش كنهضروا في ماتش. الكابرانات كانوا موجدين فيديوهات، واسمعني هادي مزيان، بمجرد تأهل المنتخب السينيغالي وتأهل المنتخب المغربي للنهائي ديال كأس إفريقيا، جمهورية العدس واللوبيا العظمى وجدوا فيديوهات ديالاش، وجدوا جوج الانواع ديال الفيديوهات. واحد النوع ديال الفيديوهات في حال ما اذا المنتخب المغربي اللي ربح، وواحد النوع اخر ديال الفيديوهات في حال ما اذا المنتخب السينيغالي اللي ربح. نهضروا على الفيديوهات ديال حالة المنتخب المغربي هو اللي ربح. الفيديوهات فيها أن الشعب المغربي يهجم على سينيغاليين داخل المملكة المغربية وعلى مشاريع ديال السينيغاليين داخل المملكة المغربية، وكيتعداو المغاربة على السينيغاليين داخل المملكة المغربية، وهذه كلها فيديوهات بالذكاء الاصطناعي.
وفيها بعض الفيديوهات التي روجت من بعد ما وقع المشكل ما بين السنغال والمغرب. كاينه دي فيديوهات ديال الذكاء الاصطناعي خرجات كتقول هذا الكلام، وكنظن راكم شفتوهم. فيديوهات اخرى الجماهير المغربيه تستهزئ من السنغاليين داخل المملكة المغربية، والشعب المغربي يستهزئ من الشعب السنغالي داخل المملكة المغربية، ويقللون منهم بعبارات نابية وبأسلوب و هاد فيديوهات الشرفة خداتهم المملكة المغربية وخدات الأصل ديالهم منين تنشروا. شحال من واحد تيقول لي تهزتي فيه اصاحبي وانت كاع هادشي، وابعد من ذلك. الا تنقول لك التحقيق غيتكلف به الانتربول كما قالوا الاخوه والبوليس الدولي والاف بي اي واللي بغيتي، حيت هذا راه مساس بالسياده ديال المملكه المغربيه، وكانت غتفجر ازمه وكارثه داخل المملكه المغربيه. ما بقيناش كنهضروا في ماتش ونهائي. خدات الآن المملكة المغربية الفيديوهات، خدات الاتصالات اللي دازت بين السنغال ومسؤولين كراغلة. تعقبات المملكة المغربية السفر ديال رئيس السنغال مدرب السنغال إلى فرنسا مرتين أثناء البطولة. اش مشى كيدير الله اعلم، شرحت لكم البارح في الفيديو اش مشى كيدير ومع من تلاقى. خدات مجموعه من المحادثات الهاتفيه، مجموعه من الادله، والان الاتحاد السنغالي لقى راسو غيتخبط حيت الرئيس السنغالي بغى يقلب يحميهم، حيت انا متاكد أن الرئيس السنغالي كما قال بين قوسين تحقيقات مع مدرب السنغال ورئيس الاتحاد السنغالي، هو تحقيقات فيما يخص الحسابات البنكية ديالهم، زعما دار ما لقى والو ألقاه الشريف. سينو ما كانش الحاج ديوف اللاعب السابق ديال السنغال يخرج ويعقب على البقع الأرضية اللي عطاهم الاتحاد السنغالي للاعبين كل واحد على حدة، زائد مبالغ مالية مهمة. والحاج ديوف تيقول لك من أين للجامعة أو للاتحاد الكروي السنغالي بكل هذه المبالغ؟ والحاج ديوف لا تنسوا أنه المفروض أنه من أحد المسؤولين في الجامعة السنغالية عن بعد. هاد الكلام اللي قالوا الحاج ديوف لو أن الاتحاد السنغالي ما كيناش في كرشو العجينة ما كانش غيخرج ببلاغ وبيان رسمي من الاتحاد السنغالي يضرب في الحاج ديوف بالاسم، مكتوب الاسم ديالو في البلاغ، الحاج ديوف، الحاج شي لعبة ديوف. وغدا غيبدا يخرج خلا واحد جدي من جدك، وابتداء من يوم غد غادي ترقبوا في اي لحظه تنزل الحقائق وتنزل ولو العقوبات، وغنشوفوا الملف فين غيوصل، ونديروا معكم مواكبه شامله ان شاء الله، ونبقاو نديروا معكم خبر بخبر. خاصنا نتبعوا هذا الدوسي، باغي لا كاس افريقيا لا والو، ما غيرجعوش لينا، ما غيعطيوش لينا، وحشومه كاع نشدوه خي يعطيوه لينا، حشومه كاع حتى التعاويذه ما كوشا كيجيو لنا حنا بارك علينا عيد تسحب يتحط في الخزانه ويعطيو لما من العقوبات وتشاو تشاو بونجورنو. هادشي اللي باغيين. غلاد راه شي حاجه من عند الله كتحميها، وشي حاجه من عند الله كتكون جايه للمملكه وكيعوجها ربي سبحانه وتعالى كيديها لقنت اخرى. البلد عندنا اللي هو المملكه العلويه الشريفه، والله الا بلد الشرفه تيحميها الله سبحانه وتعالى. اخواني اخواتي في انتظار الجديد ان شاء الله، غادي نواكبوا ابتداء من يوم غد. نقول لكم جئنا على نهايه هذا المباشر، ما بقى الا نقول لكم شكرا لكم ولحسن الاستماع.